بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. العرايس الجداد دلوقتي في الجيل الجديد ما من كتر بقى حالات الطلاق، في ستات بتبقى خايفة انها تخلف بدري، او عندها لسه مثلا تعليم عايزة تكمله، مش عايزة تخلف في هذا الوقت، فهي ممكن انها عايزة لمدة سنة سنتين تاخد وسيلة بس تبطلها تحمل على طول. ايه اللي ينصح بقى الحديث الزواج في تأجيل الحمل؟ رقم واحد، الوسائل الغير هرمونية اللي ما تلعبش في هرموناتهم لانهم لسه صغيرين، واهمهم زي ما قلنا الشريط النحاسي واللبوس ما قبل الجماع والواقي الذكري والفترات الامان. وبقى ان فترات الامان في حديث الزواج بقى دي يعني فاشله جامد، لان يبقى فيه جماع كتير فبيبقى الموضوع صعب. والقذف خارج المهبل، او الحاجات الهرمونات المركبة بقى دي الاختيار الثاني، اللي هي زي ابرة الشعر اللي هي الميزوسيبت، او البرشام 21 حباية الميكروسيبت. دي انسب وسائل سواء الغير هرمونية او الهرمونية لبناتنا حديثي الزواج. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.